النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم نام تحت شجرة، وكان معلقا سيفه على الشجرة، فتسلل إليه أحد المشركين وأخذ السيف ووضعه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا محمد، من يمنعك الآن مني؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بكل ثقة: الله يمنعني منك. فسقط السيف من يد الرجل، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على عنق هذا الرجل، وقال له: من يمنعك أنت مني الآن؟ فنظر إليه الرجل وقال: حلمك وعفوك يا محمد. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.